اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك السهم الثاقب 2024 بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية، والذي تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب. وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية، كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة. كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية اقتحام إحدى الجزر الساحلية، حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلي لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ. كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلا عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية لتوفير الحماية للقطع البحرية المشاركة، وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي. عكست المهارة العالية في تدمير الأهداف المعادية. حضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني رئيس أركان القوات البرية السعودية، واللواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.